كل مرة تفتح كاي لينكس هتكتب نفس الأوامر. طب ليه ما تخلي النظام هو اللي يشتغل عندك؟ لو لسه ما كتبتش أول سكريبت أو أول باش سكريبت في حياتك، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن الديب من الديب سيك. والنهاردة في الجزء الثالث من لينكس بلس هنعمل أول خطوة في طريقك عشان تبقى هاكر أخلاقي محترف. هنكتب أول باش سكريبت في حياتك، وهتحس للمرة الأولى إن النظام بيسمع كلامك. طيب، هو يعني إيه أصلا باش سكريبت؟ ببساطة كده، الباش سكريبت هو ملف فيه أوامر لينكس تقدر تشغله في ثانية واحدة، بدل ما تكتب كود أو كل كود مرة واحدة. بدل ما تكتب كل كود لوحده، تكتب الأكواد كلها مرة واحدة وهو يشتغل مع نفسه. يعني مثلا بدل ما تكتب كلير أو بدل ما تكتب ls، بعد كده هتكتب كلير، وبعد كده هتكتب ايكو هاي. لا، احنا عايزينه يعملها مرة واحدة. طيب، ده هو اسمه الباش سكريبت. طيب، عايزين ننشئ بس باش سكريبت. نكتب نانو واسم الملف وليكن ويلكم، ولازم تحط .sh عشان يتفهم اللي هو سكريبت. طيب، وهندوس انتر، هتظهر لك فاضية كده. أول حاجة وأول خطوة لازم تفكر فيها وتكتبها هي علامة الشباك وعلامة التعجب. بعد كده تحط سلاش بن سلاش باش. بعد كده هتحط الأوامر تحتها على طول، وليكن هنحط كلير، وبعد كده ايكو، نحط هاي، وبعد كده نحط الديت عشان نعرف التاريخ والوقت. بعد كده نحط ls. طيب، احنا كده خلصنا، كتبنا الأوامر في الملف. عايزين نحفظ الملف. عندك طريقتين: تضغط كنترول اكس وحرف الواي بعد كده انتر، او كنترول وحرف الاو بعد كده انتر، بعد كده كنترول واكس. وكده لو عملنا ls هتلاقي الملف موجود اهو، welcome.sh. طيب، احنا عايزين نشغل الملف. هتشغله ازاي؟ مش بالكات، لا، في امر جديد اسمه باش. بعد كده هتكتب welcome.sh. بعد كده هتضغط انتر. زي ما انت شايف كده، مسح لي كل اللي فوق، مسح لي كل الأوامر اللي كانت فوق، وكتب لي هاي. بعد كده كتب لي التاريخ والوقت. بعد كده عمل لي ال ls أو الليست. طيب، كده انت كتبت أول برنامج بسيط ليك في عالم اللينكس. بس تعالى نزود عليك شوية شغل احترافي. عايزين نستخدم المتغيرات. طيب، ادخل نانو دوت ويلكم sh. هنعدل ده كله، نمسح، هنسيب أول سطر ثابت زي ما احنا متعودين وزي ما احنا قلنا. بعد كده هنكتب المتغير نيم مثلا equal، مثلا نحط الديب مثلا. تمام. بعد كده هنخليه يطبع ايكو. انا كده عايزه يطبع المتغير اللي هو النيم. هنطبعه ازاي؟ نحط
علامتين تنصيص بس في مسافة بعد ايكو، حط علامتين تنصيص، بعد كده علامة الدولار أو علامة الفلوس دي، بعد كده نيم اسم المتغير. بعد كده هنحفظ بقى زي ما احنا متعودين، احنا قلنا كنترول وحرف الأو وإنتر وكنترول إكس. هنستخدم الطريقة التانية دلوقتي اللي هي كنترول وحرف الإكس بعد كده واي بعد كده إنتر. طيب بعد كده هنستخدم باش دوت اس اتش زي ما انتم شايفين، طبع لي الدي أو طبع لي المتغير. ولو حبيت تخلي الاسم يتغير من المستخدم سهل جدا، تعالوا نعدل عليه. خلي ايكو، بس هنشيل الامر اللي هو اللي فوق ده ونحط ايكو بعد كده واحد وعلامة الدولار عشان تبقى متغير، ومثلا نكتب اهلا بك يا ونقط. تمام. بعد كده نعمل كنترول حرف الاو بعد كده انتر بعد كده كنترول اكس. طيب عايزين نشغله بقى، نكتب باش، كتبنا البتاع وكتبنا الامر اللي هو اسم الملف، بعد كده هنكتب مثلا اسمي مثلا عبده مثلا، بعد كده هندوس انتر. طيب هو ليه هنا ما عملش؟ تعالوا نشوف تاني نراجع. طيب احنا شفنا دلوقتي، نراجع تاني كده، ايكو ايوه حاطينا الواحد قبل الدولار، لا هي الدولار بعد كده الواحد، بعد كده اضغط كنترول او بعد كده انتر بعد كده كنترول اكس، وهنكتب مثلا باش ونفس الامر اللي عبده، دوس انتر او زي ما انت شفت اهلا بك. طيب عايزين نغير الاسم، نجرب اسم تاني، علي مثلا، اهلا بك يا علي. طيب كده طبعنا الاسم. تعالوا بقى نتعلم اللوبس او اللي هي التكرار. طيب انا عايزه دلوقتي يطبع لي رقم من 1 لحد 5. هنعملها ازاي؟ اكتب نانو. ما تشغلش بالك دلوقتي بالبرمجة، هنشرحها في بلاي ليست لوحدها، بس عايزك تفهم بس الأوامر دي شغالة ازاي، ويعني ايه باش سكريبت، وازاي تعمل الحاجات دي. أول حاجة نكتب فور اي ان، ونفتح الأقواس دي 1 دوت لحد 5، كده نقفل الأقواس. بعد كده الفاصلة المنقوطة، بعد كده نكتب دو، بعد كده ايكو عايزه يطبع لي الرقم اللي هو حط علامة الدولار، بعد كده المتغير اللي هو الاي اللي احنا عاملينه، بعد كده نكتب مثلا تشغيل رقم كذا، بعد كده نقفل. كده نقفل بعلامة التنصيص، بعد كده نكتب done.
ده معناه اللي انا بقوله لو الاي في من 1 لحد 5 يبقى اطبع الاي. يعني انت تفضل تكرر في الاي من 1 لحد 5. لو هي زادت عن ال5 او قلت عن ال1 ما تطبعش، خلاص اقف على كده. طيب تعالوا نحفظ كنترول او انتر كنترول اكس. طيب اكتب باش، شيل عليه، حط انتر اهو. زي ما انت شايف تشغيل رقم 1، تشغيل رقم 2، تشغيل رقم 3، تشغيل رقم وهكذا. اسم الفيديو النهاردة، والفيديو ده كان بداية في عالم الباش سكريبت. انت دلوقتي مش بس بتعرف تكتب اوامر، انت بدأت تبرمج وتخلي النظام يشتغل عندك مش العكس. كده احنا خدنا اول اساسيات الباش سكريبت. وما تشغلش بالك زي ما انا قلتلك بالبرمجة، عشان انا هشرح اصلا بايثون بإذن الله. لو عجبك الشرح اعمل لايك وشارك الفيديو واشترك في قناة الديبسيك وفعل زر الجرس عشان تبقى أول واحد يوصل للمستوى الاحترافي معانا. أنا عبد الرحمن الديب، ودي كانت حلقة جديدة من لينكس بلس. خليك دايما فاكر، هاكر من غير سكريبت زيه زي أي لاعب من غير سلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.